جمل في كتابة الجمل الصحيحة، في عدم الخطأ في قواعد اللغة العربية، في إملاء العربي. مشان أقول لكم إنه في لحد اليوم معلمين وبعلم مدرسه عربي براجع وراهن. أنا ما تعلمتش لغة عربية، اللغة العربية بعرفها اجتهاد، وأنا كنت أقول لكم عليها من البداية إنه أنتم بدكم تعملوا حساب قديش ممكن أكثر إنه أنتم تعرفوا لغة عربية. يعني على الأقل الفعل، الفاعل، المفعول به، الممنوع من الصرف، نائب الفاعل، المفعول المطلق، هاي الشغلات اللي ما عرفتوهاش بكون عندكم صعوبة. عشان هيك اجتهدوا انه تعرفوا لغة عربية قدر الامكان. يعني في ناس احكام كتابة الهمزة، في ناس لليوم تغلط في احكام كتابة الهمزة، وانت منفردي وانت على كرسي وانت على ظهر الالف وانت على واو، اداؤه بكتبوا لي اياها لحالها او على كرسي وبحطوا عليها ضمة. فعملية اللغة العربية هي مهمة جدا للصحفي العربي انه يتقدم، بموازاة انك تعرف لغات اخرى. فكان في فرق كبير. انا في البداية لقيت صعوبة انه متعود على تعابير وجمل في الرياضة، بدك تنتقل لتعبير وجمل اخرى، وانك تنتقل كمان من راديو لتلفزيون كمان اصعب واصعب. بده يكون لك حضور امام الكاميرا، في امور بدك تقراها عن غيب. يعني ستاند هذا اللي بنسميه بعمله في الاخر لما بتشوفوه، في جمل 4 5 جمل بشوفوه بكون حافظهم عن غيب امام الكاميرا، لانه غير فيش تيلبرومتر تقرا عنه. فعمليا في فرق كبير، في صحافه مكتوبه، في صحافه مسموعه، في صحافه مرئيه، في اليوم كمان صحافة الانترنت. في فرق بيناتهم هو كلياتهم. الصحافة المكتوبة انت اما تتلقى الخبر بدك تراجعه، بدك تحرره، بدك تصلحه من ناحية لغة، تنقحه، اما ان تكتب الخبر، بدك تعرف كيف تكتب الخبر، كيف الصورة اللي بدك تجيبها. في الصحافة المسموعة اللي بتحكيها انت في الراديو، كمان اعداد التقرير مشان تقرأه، مشان توصل الرسالة من خلاله. في فرق بين المسموعة وبين المكتوبة. والفرق الأكبر وأكبر الدرجة الأعلى اللي هي الصحافة المرئية اللي بيشوفوها من خلال التلفزيون. كمان هون بدك تعمل حساب، تنتقي الكلمات، طريقة الأداء القراءة للتلفزيون تختلف عنها عن الراديو أو في محاضرة. وبدك تنتقي كمان الجمل والأسلوب اللي المستمع هون بيسمع وبشوف، الراديو بيسمع، الجريدة بيقرأ. طبعا في فرق. تفضل. لازم يكون الواحد الصحفي يكون عنده علاقات مع